السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في الطاجن القمر ده؟ طاجن البطاطس بالصدق. شايفين البطاطس عاملة ازاي؟ طيبة ومستوية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها كده مش مهرية، وكمان الصدق برضو مستوي وزي الزبدة. يلا بينا نشوف الطريقة. أكلتنا النهاردة من غير مقادير، ممكن تعمليها بربع صدق، تضيفي بطاطس، تضيفي أي كمية من الخضار براحتك خالص. هنعملها في الطاجن. طبعا أكل الطاجن بيبقى له طعم ومذاق مختلف. هنبتدي نضيف ايه يا بنات؟ هنحط بصل وفلفل اخضر وتلات اربع فصوص ثوم، يعني مدقوقين او مهروسين او متقطعين زي ما انتي حابه. هنبتدي كده نفركهم او ندعكهم بالملح والفلفل الاسود. ما تحاوليش تضيفي توابل كتير مع الصدوق. الصدوق اصلا بيبقى متبل جاهز. دعكتهم كده دعكه محترمه، وكمان هنزل عليهم بالبطاطس. زي ما انتم شايفين كده انا مقطعه البطاطس صوابع، يعني تخينة شوية أو محملة شوية، لأني هعمل صدق معاه. فمش حابة أعملها دواير. فاهمين قصدي؟ يبقى حتى الشكل مع بعضه كده ايه ظريف. هبتدي أنزل بيه الصدق. ملحوظة هنا يا بنات وأنا بعمل الصدق، لو حابة ان انت تقطعيه يبقى هتضطري ان انت تحطي الصدق كله على الوش. ان انت لو قلبتي الصدق وهو متقطع هيتهرى منك، وطبعا الحتة اللي هي بتبقى بره دي، الغلاف اللي بيبقى بره ده هيتشال وطبعا هيتهرى منك. قلبت طبعا الصدق وسبت كام صدقية كده حطيتها على الوش، وضربت طماطم في الخلاط ونزلتها وزودتها بميه زي ما انتم شايفين كده. ما زودتش الميه قوي، يا دوبك حطيتها عند البطاطس قبل البطاطس بحاجه بسيطه، لان طبعا كده كده الخضار ده هينزل ميته. هبتدي احط حوالي معلقتين كبار من الزيت. ما حطيتش زبده ولا سمنه لان الصدق هينزل دهون. تمام. هحطه بقى، يا اما لو الطاجن ده ليه غطا بنغطيه، يا اما طبعا لو ما فيش غطا بنحط عليه فويل ونحطه على درجه حراره عاليه جدا في الفرن. شايفين بقى الحلاوة والطعام تحفة بجد. ريحته يا بنات تحفة بجد. طبعا ممكن تضيفي معاه بسلة، جزر، فاصوليا، اي حاجة متاحة عندك. بصوا البطاطس مستوية، بصوا تحفة بجد، ريحته جميلة جدا. طبعا انتي ممكن تنشفي الصوص ده، بس انا بحبه بقى لو هتعمليه بقى مع رز بشعرية ولا رز ابيض ولا رز معمر، حاجة كده تحفة. خطير ومستوي وزي الفل. اتمنى لو وصفة النهاردة عجبتك متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في قناتي عشان يوصلك كل جديد من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.